ليه كريستيانو رونالدو كلم حليمة بولند وقاعد في الفندق بتاعها، ويا ترى علاقتهم واصلة لفين؟ بداية الحكاية، حليمة بولند نشرت الشاهد الوحيد على مكالمة كريستيانو ليها، وهو فيديو متسجل فيه مكالمتهم صوت وصورة، واللي بالمناسبة حصلت بالغلط في أول مرة لما اتصل بيها كريستيانو في الجناح بتاعها على إنها واحد صاحبه. طبعا حليمة أول ما سمعت صوت كريستيانو اتجننت، لدرجة إنه لما سألها على صاحبه قالت ليه إنه معاه وإنهم بيعملوا انترفيو لأنها مذيعة. ولما رونالدو فهم إنه اتصل غلط اتأسف ليها، فردت عليه وقالت ده أجمل غلط حصل في حياتي. الموضوع ما يخلصش هنا، دي حليمة نشرت فيديو تاني فيه مكالمة بتجمعها بكريستيانو، بس المرة دي هو بقى مش متصل بالغلط، ده متعمد وبيرتب ميعاد عشان يقابلها ويشوفها. وأول ما سألها نتقابل إمتى ردت عليه وقالت النهاردة. في ناس طبعا ما صدقوش المكالمة دي وقالوا ده أكيد ذكاء اصطناعي، أصل ازاي مكالمة بالغلط وهتلحق تسجلها من أولها. حليمة ردت بفيديو وضحت فيه إن المكالمة حقيقية وتخاف تزويرها لأنها أكيد مش عايزة تتعرض للمساءلة القانونية، والدليل على كده إن الاتصال كان من تليفون الفندق وفي شهود كمان في الفندق. جيس جورجينا بعد مكالمة كريستيانو لحليمة واللي نشرتها على السوشيال ميديا من غير ما تحط اعتبار لجورجينا صاحبة رونالدو وأم عياله، هنا بقى ظهر لينا جيس جورجينا، وكل معجبينها العرب نصحوها تلحق رونالدو من تأثير حليمة عليه، خصوصا انه طلب يقابلها ويا عالم يمكن يطلب يتجوزها لو وقع في حبها، ولكن جورجينا ما كانش ليها اي رد فعل وكأن الموضوع ده اصلا ما حصلش. مين هي حليمة بولند؟ حليمة بولند هي مذيعة كويتية مثيرة للجدل بسبب تصريحاتها ولبسها واللي بجرأة شعرهم، ومن ابرز تصريحاتها الجريئة دي انها ردت على انتقادها بسبب لعبها في الجيم وهي عاملة مكياج كامل، وقالت إنها فنانة استعراضية وبتحب تطلع بشكل مختلف، ووضحت إنها مثيرة للجدل حتى لو لبست عباية عادية. دي مشكلتي لأني حليمة بولند باختصار، الجانب الاستعراضي موجود فيا دايما، ده كله كوم، والفول ميك اب اللي كانت حاطاه قدام المسجد النبوي كوم تاني خالص. فهاجمها جمهورها وقال ما تنزليش فيديو زي ده وانتي حاطة ميك اب كامل قدام المسجد النبوي. كريستيانو والسعودية، رونالدو موجود في أبها بسبب مباراة هيلعبها مع نادي النصر السعودي في بطولة الملك سلمان للأندية، بس ده مش بشكل مؤقت لأن رونالدو ساب كل حاجة وراه وقرر يجي يكمل مسيرة احترافه في الساحرة المستديرة هنا في السعودية، وتحديدا في نادي النصر السعودي.